في الحقيقة ما جلست مع الشيخ عبد الفتاح مجلسا منذ تعارفنا منذ 40 سنة، وتصورت أن يمكن أن أقول خيرا مما يقول. وهو يعلم أني لا أجامل، يعني هذه حقيقة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي الكريم أستاذي الأخ راشد، رفيق دربي وحبيب قلبي وأخي الذي لم تلده أمي، هذا الرجل عرفته قبل 42 سنة، تعاشرنا وتصافينا، وتحملني بما في من تلكؤ وتنطع وفكر مخالف، ولم يشكني قط لأحد، وكان بدعائه لي وسيلتي إلى الله. وهذا الرجل لم يرفع في وجهي يوما إصبعا ولا أسمعني كلمة لا تروق لي. كنت له أخا جمعت بيننا أيام المحنة، وقضينا جزءا من السجن سويا في غرفة واحدة. هذا الرجل هو جزء هام من حياتي، ولما انتقل للإقامة بإنجلترا وحوصرت بتونس زادت غربتي، لأني لم أجد من يسمعني ومن يخاطبني، من يحدثني، من يلومني، من يشكرني، من يشجعني. ومرت 20 سنة لا أجد خيطا أرتبط فيه بالقضية التي جمعتنا إلا عندما أرفع الهاتف لأخاطبه. تحية عابرة أشفي بها غليل الشوق في نفسي إلى أن اليوم الموعود ورجع إلى تونس. بأنني لست مرشحا لأي موقع في الدولة. هذا السؤال هذا السؤال حري أن يوجه إلى شخصية وطنية مهيئة لهذا الموقع، وأنا أرشح، ومرشح الوحيد هو الشيخ عبد الفتاح.